المنتخب الأردني المدرب المغربي بادو زاكي. والله يا ابو حمزه، يعني بصراحه شوف لما يكون عندك جمال السلامي اللي موصلك لكأس العالم، على الرغم انه انا حكيت وجهة نظر عن جمال السلامي، إن انا كنت انتظر اقالته، ولكن انا كنت انتظر شيء افضل من جمال السلامي. وبدي اسم، بدي اسم لامع لمدرب مع تجربته، مع انجازاته، مع خبرة كبيرة، مع يمارس الافكار الحديثة بكرة القدم. لانه احنا شفنا ملينا من الاسلوب اللي اعتمد عليه حسين عموتة او جمال السلامي. فكنت انا انتظر تغيير وانتظر اسم اكبر بصراحة. لا بصراحة الموضوع ما اجى هيك، ما اجى زي ما بدنا يعني. نعم. ولكن هل هذا يعني انه انا متشائم؟ لا. في عنا قوام منتخب قوي، عنا اسماء بدها تحارب على ارضية الملعب في بطولة اسيا، عنا نجوم، وعنا نجم عالمي موجود في منتخبنا، وان شاء الله يزن العماد بكون راجع ان شاء الله من الاصابة، فالامور بتكون افضل بالنسبة لمنتخبنا، ونكون متعلمين من اخطائنا. وبتمنى انه المدرب، انا الشيء الواضح عندي انا بحكي لك، هو راح يجي يكمل على جمال السلامي، يعني راح يجي يكمل على الشيء الموجود عند جمال السلامي. في وقت كنت اتمنى انا اشوف شيء جديد، مدرب عنده فكرة اكبر، مدرب عنده خبرة اكبر. هلا هو عنده خبرة، ومدرب منتخبات وطنية، ومدرب للمنتخب المغربي، ولكن لا، ما نضحكش على بعض ابو حمزة. يعني بعض الاعلاميين اليوم بيطلع بده يصور لك الموضوع انه لا هو القرار الصحيح والاشي الصحيح اللي اتخذناه، وبصير يستشهد لك بانه خبرة. لا لا، ما نضحك على بعض. اليوم ما تكون قاعد مع واحد على القهوة، بتكون قاعد انت وياه، ويجي يحكي لك انا اتمنى ان يدرب المنتخب الاردني مدرب بخبرة. لا احنا ما فاهمين شو يعني خبرة. ولا لا ابو حمزة؟ مش خبرة النيجر وخبرة منتخبات يعني مع كامل الاحترام لها. لا انا بدي مدرب درب في بطولة تصفيات كأس العالم، في نهائيات كأس العالم، بيلعب وما زال يدرب في خلينا نحكي مستوى عالي من المنتخبات. هذا المتعارف عليه. مش اقصد خبرة تروح تجيب لي مدرب من هاي النوعية. انا ما بدي اكون محبط، وانا واجب ان انا اكون انا يعني خلينا نحكي ازرع التفاؤل، ولكن هو كلامي محسوب علي، وانا وجهة نظري في كرة القدم بحكيها، في النهاية هي كرة قدم. فانا بصراحة لم يكن ابدا 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 طموحي هذا المدرب. نعم. ان شاء الله انه بنجح، إن شاء الله. وهذا لا يعني انه فنت كلامي، لا لا، انا ما براهن لا على فشل ولا، ان شاء الله انه بنجح يا رب، وان شاء الله بقدم مستويات رائعة جدا وبيحدث التغيير. بس لا، احنا ما وين كنا نتكلم؟ كنا نتكلم قبل فترة عن رينارد، مدرب منتخب السعودي في كأس العالم، وفايز على الأرجنتين، ومدرب بآسيا ورايح عنده خبرة. كنا نتكلم عن الركراكي لاعب نصف نهائي كأس العالم. كنا نتكلم عن جمال بالماضي اللي فايز ببطولة أفريقيا وكان على قاب قوسين من تأهل لكأس العالم. هذا المدرب اللي أنا بدي إياه. لا وإحنا بنعرف أفكارهم، بنعرف التفكير الموجود عندهم. هذا المدرب بعدين مش أنا يعني، هو كل الشارع الأردني بصراحة انصدم يعني، انه انت بتنتظر بشيء اجالك واحد هيك انت نعم. مش بلو. وانا كابتن. ابو حمزه لو طعمها، انا بامكاني الان ابو حمزه اطلع اجامل، يعني اجمل الصوره. هذا المدرب المنتظر، هذا كنت اتوقع مدرب هيك، انا بامكاني مثل ما بيعمل بعض يعني. وكانه الموضوع بس انا اسف جدا يعني، بما انه بنحكي عن المنتخب الاردني، يا اخي انت كاعلامي مش مطلوب منك تكون محامي دفاع عن المنتخب الوطني بس، والجمهور ما راح يزعل منك لما انت تكون صريح يعني. الموضوع حتى هذا الموضوع صار عندنا في الأردن قبل كأس العالم، لما يعني شخص إعلامي بيطلع بيقول لك أنا هذا اللاعب، على سبيل المثال هو إعلامي، ومش إعلامي فقط، هو ممكن يكون مدرب، ممكن يكون لاعب سابق، ممكن يقول هذا اللاعب أنا ضد وجوده بالمنتخب. هو ما ارتكبش الجريمة الكبيرة، هو أبدى عن وجهة نظره ماشي. هو بحب منتخبه وبشجع منتخبه، وممكن أكثر منا كلنا. ما بصير إنه أنا أطلع لا انت ضد المنتخب والتوقيت مش مناسب اللي انت بتفتح فيه. هاي وجهات نظر. فاحنا اليوم ابو حمزه مش لازم نكون مدافعين فقط، مدافعين عن قرارات الاتحاد الاردني، مدافعين عن الاتحاد بشكل عام، عن المدرب بشكل عام. لا لا، ولا اذا انا انتقدت فهذا يعني انه انا سلبي، وخصوصا المشاكل اللي بتكون واضحه. فاليوم ما بتحسسني انك انت جايب كارلوس البرتو، لانك انت بتفقد مصداقيتك والله قدام الناس.
نعم. والله تتفق معي ولا لا ابو حمزه؟ لا انا شو مشكلتي؟ مش دائما اوجه هاي الرساله ودائما اتناقش واحكي. يعني انتم بدكم تسلبونا حريه الراي صدقا. طبعا مين اللي بده يسلبنا حريه الراي؟ مش الاتحاد ولا ناس بصراحه مسؤولين، بالعكس بيحكوا لك احكي وفضفض وانتقد. لا، في صحفيين ماخذين لابسين إعلاميين. لباس خاص يعني بصراحه بده يمنعك تحكي. ممنوع، دير بالك، اوعى تحكي انت كذا. وهو اصلا يعني ما فيش مشكله في الكلام، يعني هذا المؤاخذ في النهايه. موضوع المزايدة في موضوع انك تحكي او ما تحكيش او لازم انك تدافع بس على موضوع حب لمنتخبك او وطنك، انا هاي صراحة بتمرض. مزايده. كلنا بنحب يا زلمه، ما تزاود، كلنا بنحب والله، الله اعلم كيف وكيف تعلقنا بمنتخبنا وكيف فخورين في مشاركة منتخبنا. فبيطلع هو اول اشي بيلمح على موضوع ايش؟ المزايدة، انه انت عندك انت مشكلة عندك مشكله مع الوطن، المنتخب. عندك مشكلة مع منتخبك، فهو بده يركبها. مشكلة كبيرة. هو خلينا نتحدث، انت بس ممكن تصمت على الانتقاد اول جولتين في كأس العالم، يعني لغاية انك تشاهد انه حتى ما توضع ضغوط اضافية لانه اول مرة تشارك. بس بعيدا عن ذلك لا، يعني هو الانتقاد شيء مشروع في كرة القدم. اذا في شيء خطأ لا، وبالنهاية المدرب بده يعرف انه هو بدرب شيء تحت الضغط. يعني شوف، اذا المدرب بده يكون الامور سهلة عنده، هو مش حيقدم لك شيء اصلا. هاي صفة إنسانية، يعني سواء رح تحكي لي هو متطلب من نفسه، فيش اسمه متطلب من نفسه. إذا الشخص شعر إنه هو لا يدرب شيء ذو قيمة، عليه ضغوط، لن يقاتل، لن يفعل المطلوب منه. هيك طبيعي رح يسترخي، رح يشعر إنه أي شيء خلص إنجاز. صح. وهذا مررنا فيه بكأس العالم الأخيرة. زلمه انت اليوم وانت قاعد مكانك سامر، وانت قاعد بدون ما تحكيش على المدرب، انت اليوم انت قاعد على هذا الكرسي، لما انت بالضبط. تيجي تقعد تقول انا ايش ما اقدم للمتابع بقبل والمتابع بالله عليك ما بتشعر إنه والله انا اليوم بدي اجي مش محضر ومش مش الضغوطات كويسه، التنافس حلو، ولما تعرف حالك انك انت اليوم لما بتغلط معلومه بده يجي المتابع ينتقدك، أكيد بخليك تخرج افضل ما عندك، صح ولا لا؟ بخليني أحاول أتجنب المعلومة الخطأ، وإذا غلطت أطلع أحكي لهم غلطت وأنا بس بصحح هاي المعلومة. فهذا المطلوب. صح. لازم يشعر المدرب انه عنده جمهور متطلب. اذا ما شعر، هاي مشكله كبيره. هاي مشكله، مش شيء مفيد. البعض بعتقد مفيد فقط لما توصل للذروه وخلص بدات البطوله، نعم. بدنا نهدي شوي لانه هلا هم تحت ضغوط نفسيه شديده. صحيح. صحيح. بس برضه بدك تتحدث. طيب البادو زاكي او بادو الزاكي، يعني نحترم الشخص، برضه مسيره عظيمه جدا، يعني مش انا اللي حاجه اقيمه بعد كل هاي المسيره، مسيرته عظيمه. لكن المنتخب الاردني ما بعرف يعني حاليا شو قدرته انه يقدم شيء افضل من اللي قدمه باسيا، وصيف اسيا. فانت كنت بتحتاج لمدرب قادر انه يتحمل هذا الضغط. هل هو قادر انه يتحمل هذا الضغط؟ هاي ما بعرف، لانه الجمهور حاليا بباله انه انا رايح اجيب كاس اسيا واوصل نصف نهائي اقل شيء. يعني اذا ما وصل نصف نهائي حيعتبره فشل، حيهاجم بشده، حينتقد بشده. فوقتها انت بده يكون الخيار المنطقي اللي عندك انه انا جبت افضل اسم متاح. الشخصيه عظيمه لكنها لا تمر بافضل حالاتها من الناحيه التدريبيه، وبالتالي هو ليس افضل شخص متاح. فبالتالي هذا بوضع الاتحاد وبوضع المدرب تحت يعني مظلومين. يعني ممكن ما يكون هو المذنب، والنهاية هو يتحمل اللوم على شيء هو مش مذنب فيه. نعم. فهو القرار ما شفته هو القرار الأنسب بالوقت الحالي. أنك أنت جاي حاليا من إنجاز كبير، وصيف آسيا، وصيف الكأس العرب، وكنت على بعد دقيقة أنك تتوج. لقطة مهند أبو طه هي نفسها طبعت لقطة يامال، صح؟ بس التغت علينا وانحسبت ليامال. يلا مش مشكلة، وخسرنا البطولة من وراها. ايش ذكرنا بس مهند أبو طه نط بنفس الطريقة واخذ الكرة بنفس الطريقة وانلغت علينا. يلا مش مشكلة، هي آراء حكام بالنهاية. الحمد لله على كل شيء، هي بطولة وعدت. هدف أبو طه التاريخي يا زلمة، نهائي كأس العرب. كأس العرب. نفكر تحكي عن كأس على بادو الزاكي اللي رسميا تم تعاقد مع الاتحاد الأردني لكرة القدم لمدة سنة لتدريب المنتخب الأول، من بعد ما حسين عموتة، جمال السلامي، دابا حاليا بادو الزاكي. حنا في فترة قبل كنا جمال السلامي وكنا ما بغيناش يمشي يدرب من تعلن انه هو المدرب الخلف ديال حسين عموتة. كنا قلنا ان اختيار ما عجبناش، لكن كان بواحد النسبة اقل من دابا، لان كان كما شفنا من بعد ما تعين حسين عموتة على رأس المنتخب الأردني، شفنا كيفاش من المباريات الأولى الاستعدادية أو الرسمية اللي كانوا ما فيهاش نتائج، كيفاش كان الإعلام تيحملوا هو المسؤولية ديال الخسائر ولا الهزائم اللي كانت يتلقاها المنتخب. لكن
في الوقت اللي ولا المنتخب تيلعب مزيان ولا تيحقق نتائج، وفي كأس آسيا أدى مباريات كبيرة، وصل حتى للمباراة النهائية اللي لعبها أمام منتخب ديال قطر وخسر بين قوسين، كان هو اللي يستاهل أنه يفوز. رجعوا ولاو تينسبوا داك الانجاز ليهم واللاعبين، وتيقول لك ان المدرب ما دار والو، وان اللاعبين هما اللي كانوا مزيانين وهما اللي كانوا في المستوى الكبير، وماشي المدرب ما زادهمش شي اضافه كبيره. ومن بعد حسين عموته بطريقه سلسه خرج من المنتخب بدون اي مشاكل، وقال لهم بانني انا عندي مشاكل عائليه، المراه ديالي مريضه وخاصني نكون حداها ونعتني بها، ودابا حاليا ما غاديش نفكر في التدريب، سمحوا لي. وخرج واقترح عليهم جمال السلامي، وفعلا تعاقدوا مع جمال السلامي، وكنا خرجنا وقلنا ان هذا التعاقد ديال جمال السلامي ما عجبناش للحكم، ان شفنا كيفاش الاعلام ديالهم ولا المؤثرين ديالهم ولا كلشي كانوا تينسبوا داك النجاحات اللي دار حسين عموته للاعبين وليهم هما، والحسين عموته بحال كان ما دار والو. لكن تتعاود الكراو ان جمال السلامي مشى معاهم مزيان، شفنا كيفاش لعب نهائي كأس العرب أمام منتخب مغربي، وكان من أحسن المنتخبات في كأس العرب للأمانة. والطريقة ديال اللعب ديال جمال السلامي بانت وبين على أنه مدرب اللي كبير، وقدر يأهل المنتخب الأردني لأول مرة في التاريخ ديالو لكأس العالم. هذه بوحدها راه تبارك الله. ومع ذلك خرجوا وتهضروا على جمال السلامي، وشفنا كيفاش في المباريات الاستعداديه كيفاش ان هذاك اللاعب ديالهم المغرور اللي فاش كان جمال السلامي عاطيهم خطه باش يلعبوا وهو تبدل الخطه، لكن في مباشره تلقاو هدف وناضوا مشاكل في الفيستير ديال المنتخب الاردني، وكان خاصو هذاك اللاعب ما يبقاش. هما فرضوا عليه بزاف الاسماء، بزاف ديال المشاكل كانت عندهم، لهذا شفنا ذاك النتائج الكارثيه في كاس العالم. ومن بعدها شفنا كيفاش انهم الخروج ديال جمال السلامي من منتخب الاردن بديك الطريقه اللي ولا شكر ولا حتى طريقه ولا ما فيهاش حس ديال الاداب ولا ديال حسن المعامله ولا ختام المسيره معهم بطريقه اللي تكون مزيانه، بحكم انه هو المدرب اللي اهلهم لنهائيات كاس العالم لاول مره في التاريخ ديالهم، وهو اللي داهم حتى لنهائي كاس العرب، وبين قوسين كان ممكن يديو اللقب لولا ان المنتخب المغربي كان موجود، وكان طارق سكيتيوي كان صراحه مدرب اللي كبير في ذاك الكاس. دابا حاليا تنسمعوا ان بادو الزكي تيسني عقد لسنه كامله، ما عرفتش كيفاش دار ليها، كيفاش ما خذ العبره غير من جوج مدربين اللي قبل منك، شوف غير كيفاش تعاملوا معاهم، كيفاش خرجوا بجوج من المنتخب الاردني، كيفاش انهم تينكروا الجميل ديالهم، واخا تمشي معاهم دابا شي دابا انا تنقول لكم من دابا بادو الزكي ولو يدير اللي دار مع منتخب الاردن، واخا يمشي معاهم ويدي معاهم كاس العرب، ياك كاس العرب غادي تكون في السنه القادمه، واخا يدي معاهم كاس العرب، واخا يدير معاهم انجازات اللي عمرهم ما كانوا يحلموا بها، في الاخير غادي ينسبوا الانجازات ليهم واللاعبين ديالهم، والمدرب يقول لك انه ما دارش لنا شي حاجه كبيره، وفي حاله ما كان شي اخفاق فراه المدرب هو الاول غادي يلصقوا ليه كل شيء وغادي يصيفطوه كما صيفطوا جمال السلامي. انا صراحه ما عجبنيش هذا الخبر وما تنعترض عليه، ولو انني عزيز عليا بزاف بيدو الزكي، تنكون ليه كل الاحترام والتقدير، لكن هذا القرار هذا ما كانش في المحل ديالو. بدو الزكي انا كون كان جات عليا ولو يجلس كاع ما يدربش ولا يدرب منتخب الاردن، ولو انه مدرب كبير وبزاف ديال المنتخبات ولا انديه يبغيو ياخذوا الخدمات ديالو، لكن تنظن انه اختيار غير موفق، ومازال الايام بيننا وغادي تبين لبدو الزكي انه الاختيار ما كانش في المحل ديالو. اخوان، هادشي اللي كان عندنا اليوم في هذا الفيديو، نتمنى انه يكون نال الاعجاب ديالكم. الى عجبكم ما تنسوناش من الشجاع واشتركوا معنا في القناه وفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد ديالنا دائما. حتى الفيديو الجاي ان شاء الله، تهلاو في راسكم، الى الملتقى باذن الله.